السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم وجميع أوقاتكم بكل الخير. حفظكم الله أينما كنتم وأينما حللتم أو ارتحلتم. هذا أحمد القرشي يحييكم ورحب فيكم من قناته وقناتكم، قناة أحمد القرشي التوعوية وقناة أحمد القرشي قصص وعبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمس كان تاريخ 1/1/1445 اللي هو أمس الأربعاء. قبله يوم الثلاثاء كان تاريخ 30/12/1444 رقم مميز. فانتهت السنة الهجرية الماضية ونحن ولله الحمد والشكر والمنة في هذه السنة الهجرية الجديدة، جعلها الله سنة خير وبركة وأمن وأمان واستقرار وكل الأمور الخير بإذن الله. السنة هذه وكل السنوات وكل الشهور وكل الأسابيع وكل الأوقات. تاريخ اليوم خميس 2/1/1445 يوافق بالإنجليزي 20/7/2023 أو 2023. حلقة هذا اليوم بعنوان شكرا صلاح. شكرا صلاح. من هو صلاح؟ صلاح ولدي صلاح بن أحمد بن حسن بن يحيى الفهري القرشي. هذه لمسة حنان وقبلة حنان جزاه الله خير على الرأس هذا ورؤوسكم كلكم، الآباء والأمهات والأولاد والبنات. قصة طريفة كذا نبغى نلفت انتباه الآخرين، والكل يعني أفضل من هذا بكثير جدا، ولكن البعض الآخر لا تفوت عليه اللمسة هذه أو اللمسة تفوت عليه. فاليوم الجدول ما شاء الله يعني حافل بالخيرات في البيت، فاضطرينا أن يكون الغداء من المطعم. فوإحنا رايحين نتغدى في المطعم، عيالي الله يحفظهم صلاح سلمان ويحيى، فعلى أساس أن نجيب من المطعم ونجيب للبيت بقية الأهل في البيت الأسرة نجيب لهم من المطعم. فعشان تكونون في الصورة برضو أحيانا يكون الغداء ما شاء الله ثقيل وأحيانا خفايف. فجايب 6 أنصاف دجاج مضغوط، يعني كلها ب160 ريال، كلها طلعت مع الكنافة، يعني شغلات بسيطة ما تكلف. فهذا مع الكنافة، بدون الكنافة 110 بحولها. فجبت 6 أنصاص. الهدف من القصة هذه كلها وشو؟ إن تشاورنا البنات وهذا يقولون بابا تغدوا على راحتكم في المطعم، وبعد ما تتغدون في المطعم احنا نبغى شبابية كذا نتغدى في المطعم مش في البيت، أحيانا في البيت أحيانا في المطعم، فنبغاها شبابية. فقالوا خلنا الشباب نتغدى في المطعم ود علينا بالخير، وبعد ما نخلص الغداء نودي حق أهلنا الأنصاص المتبقية أو الأخرى في البيت يأكلونها. فأنا كأب وكإنسان الله يجزاكم خير، يعني حزت في خاطري أن نقعد في المطعم وناكل ونروق ونشبع ونسولف، وأهلنا في البيت أسرتنا العيال ينتظرون الأكل. لا ما يصير، قد يكون في البعض جوعان وبالفعل البعض نايم ما شاء الله يوم خميس وشيء زي كذا، ولكن لا والله حزت في نفسي، قلت والله ما يصير نقعد نتهنى بالأكل ونفرح ونستانس ونسولف ونحط رجل على رجل ورانا ناس قاعد تستنى الأكل الغداء. اي والله لعبة هدية كيك عصير بس أكل وجبة لا. قلت والله ما أقدر ولا يهنا لنا بال ونحن نأكل هنا
أهلنا أو أسرتنا يستنونا في البيت على أساس إنه إيش يبون يتغدون، لا ناخذ الغداء وعلى البيت. ما نقول تفاجأت من ابني صلاح، ولكن ما حصل شيء يثلج الصدر جزاه الله خير، فقدر لي هذا الكلام اللي قاعد أقوله، وقام من مكانه. كنا قاعدين على طاولة في المطعم وقبل رأسي جزاه الله خير، يعني معناته يا بابا أنت إيش يعني، ما نبغى نقول أبو الإنسانية، لا بس إنه في يعني إحساس الواحد يحس شوي. فالهدف من كلامي هذا ودنا كلنا نحس، الصغار والكبار، بل الصغار قبل الكبار، الصغار قبل الكبار. وإن شاء الله بجيب لكم حلقة مع يحيى ابن محمد صديقي الراوي من بلدنا سوريا، طفل ما شاء الله عليه في السادسة من عمره، وسويت معه حلقة وأبوه كان موجود. حلقة سويناها إنه قال إيش لما البابا يقول له جيب جلاس ماي، كاسة موية، الماما تقول له قوم جيب لي كاسة موية، يقوم على طول ما يتأخر. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف، ألف فاء حرفين، لا تقول حق أبوك وأمك، ولا تقل لهما أف. فما شاء الله عليه الطفل الصغير عنده إحساس، لما البابا يقول له جيب جلاس ماي يروح على طول، الماما تقول له جيب كاسة موية يروح على طول. أخوه، صديقه، جاره، عمه، أخته، عمته، خالته، في الإنسان لا يتأخر في الأمور هذه. هذا إذا طلب منه لا يتأخر بأي شكل من الأشكال. والذي أفضل من ذلك الذي لم يطلب منه، وهذا في بر الوالدين. تجي بر الوالدين أو التعامل مع الوالدين 3 أو 4 أنواع. النوع الأول وهو أفضل نوع، الذي يأتي بالحاجة لأمه وأبيه قبل أن يطلبوها، هذا قمة البر. والإنسان العادي إذا طلبوا منه أمه وأبوه كاسة موية، قوم وديني مشوار، جيبني مشوار، شيل هذا، حط هذا يعني إنسان عادي، يعتبر عادي. ولكن الأفضل منه اللي يسوي الحاجة قبل أن تطلب منه. فهذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة الله يجيرنا، وفي رابعة. الدرجة الثالثة إذا طلب منه أمه، أبوه، أخوه، جاره، صديقه، في الشارع واحد ما يعرف له، متعطلة سيارته، قال له افزع لي، يبغى اشتراك حق البطارية، عطني اشتراك، يطنشه ويمشي. فهذا أسوأ خلق الله. وطبعا في قمة السوء لما يكونوا والدينا يطلبون منه من شيء ويرفض، هذا قمة السوء، سيء إلى أبعد الحدود. وأسوأ حاجة وهي عقوق الوالدين، وهذا طبعا من عقوق الوالدين، بس عقوق درجات. أكثر شيء عاد عقوق الوالدين الذي يعني يتصرف تصرفات سيئة، بالشتم، بغيره، لا قدر الله مع أبوه وأمه، هذه قمة العقوق. ونسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي كل مسلم ومسلمة من عقوق الوالدين. أي والله. فهذه اللمسة اللي أنا سويتها، قلت والله ما خلي عيالي هناك في البيت يقعدون يستنون لما نحن نخلص غدانا بعدين نجيب لهم الغداء حقهم. لا 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 لا، أخذنا غدانا كلنا جميع رحنا. فحصلت لي قبلة على الرأس من ولدي صلاح، وهذه أعتبرها أكبر هدية وأكبر وسام شرف علق على راسي وعلق على كتفي. هذا وسام شرف، قبلة شرف جزاه الله خير. وهذا أيضا إحساس منه مرهف، لما والله قدر أن أبوي الموقف هذا يستاهل أبوي ينكافئ ونقبل رأسه. شكرا ولدي صلاح، وإلى حلقات أخرى بإذن الله تفيد البلاد والعباد وتفيد الإسلام والمسلمين من قناتنا وقناتكم، قناة أحمد القرشي التوعوية وقناة أحمد القرشي قصص وعبر. ولا أنسى أن أعطيكم رقم تليفون، أي ملاحظات، أي تعليق، أي توجيه، جزاكم الله خير، فيدونا. أي أحد عنده موضوع معين يبغاني أتكلم فيه بإذن الله وأطرحه على الساحة وما أكثر هذه المواضيع، فليكلمني على الهاتف 050-843-77-99 أو 7799. هذا الرقم داخل البلد. من خارج البلد الرقم 009665088
4377 99 نفس الرقم الداخلي والخارجي، ولكن هذاك مع إعطاء الصفر الدولي. أي مواضيع، أي استفسارات، أي نقاش، أي أطروحة، أي تعليق نرحب فيه ونطرحه ونبلوره بحاجة تفيد البلاد والعباد. وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، ولا تحقرن من المعروف شيء. ممكن حاجة بسيطة، التفاتة، حاجة نتكلم فيها تنفع البلاد والعباد. والسلام عليكم.